1922 واحد الدري عنده 15 عام بدا النهار الاول ديالو في الخدمه في واحد الكراج صغير ديال تصليح الطوموبيلات في طوكيو في اليابان. والكراج كان شاك واش هذا الولد كيناسب الخدمه، عطاه غير ينقي ليه الورشه ويحضر ليه الولد ديالو. داك الوقت حتى واحد ما عطاش شي قيمه حيت ما عارفينش شكون غادي يجي في المستقبل. بعد 20 عام ولا هذا الولد هو سويتشيرو هوندا، كيتنافس مع اكبر شركه الطوموبيلات في العالم، ولات عنده اكبر شركه ديال الموطورات. هذه قصه ديال دري مسكين من اليابان اللي بدا كيحفظ الدراري وكيصاوب دابا حاليا ماركه اللي كتسوى مليارات، هوندا موتورز. القصه بدات في 1906 في دوار فقير سميتو شيروكا تحت جبل فوجي. تما تزاد هوندا ومراتو بولدهم الاول سويتشيرو هوندا. هي باه كان حداد في الدوار وكيصلح البشكليتات ومو كانت نساجه معروفه. كبر سويتشيرو في ظروف صعيبه، خسر 5 من خوتو في الطفوله ديالو بسبب الامراض. هو عنده 8 سنين كان كيدور في الزناقي، تسمع واحد الصوت غريب تدعو ويلقى واحد الآلة كبيره كتمشي للربع ديال البيض. هذيك الطوموبيل سميتها فورد موديل تي، تبهر بها سويتشيرو من داكشي اللي شاف وقال كانت اول طوموبيل شفتها في حياتي، ما فهمتش كيفاش كتمشي بوحدها. من داز من حدايا بلا ما نحس بديت كنجري موراها بكل ما عندي من قوه. هاد التجربه بدلت الحياه ديالو، خلاتو يعشق الماكينات، تعلم كيفاش يبدا يحدد ويصاوب الالات ديال الفلاحه، كيصلح حتى هو المشكلات بحال با ولا مفتون بالموطورات بجميع الالوان. بصح هو ما كانش كيبغي الدراسه وكيبقى يعاون با في الكراج حيت ما اهتمش بالقرايه والنقاط ديالو كانوا خايبين. بدا كيستعمل الكوكب باش يزور الطابع العائلي في الاوراق ديال النوط باش با ما يعرفش. في الاخير تشد وتفضح وبا عاقبو وخلاه يبقى النهار كامل بلا ما ياكل. في 1922 تصادف واحد الاعلان في واحد المجله على شركه طوموبيل سميتها ارت شوكاي ديال صيانه الطوموبيلات. كان فراسو يمكن محتاجين شي خدام، صيفط لهم مكاتبه وردوا عليه بالايجاب. وعنده 15 عام خلى المدرسه، خلى دارهم، مشى لطوكيو باش يطارد الحلم ديالو. من وصل سويتشيرو طوكيو تصدم من سرعه الحياه في المدينه مقارنه مع الدوار اللي جنبه. مول الكراج ساكاكيا راه عطاه خدمه واجده يحضر ليه ولدو. سويتشيرو تحبط حيت بقى شغل كامل خدام غير بيبي سيتر وهز ولد على ظهرو وحتى شي دعم اللي خلاه يبقى هو غير الحشمه. ما رجعش للدار مخليه ويفاض مع الوقت. من الكراج ما قدرش يواكب الطلب الكبير على الطوموبيلات وجات سويتشيرو يعاون، بدا غير خدمه صغار ومن بعد ولا ميكانيكي موثوق به. الموهبه الجديه ديالو عجبو من الكراج اللي قرر ياخذو تحت جناحو يعلمو الميكانيك وحتى التجاره. ديك الساعه الطوموبيلات ما كانوش بزاف بحال دابا، كانوا غير عند الطبقه الغنيه والمخمليه ومعظمهم جايين من برا. الخدمه ديالو سويتشيرو تعرف على بزاف ديال الماركات لينكولن، مرسيدس، دايملر، حتى الموطورات كانوا كيصاوب داكشي اللي تعلم عليه حسب الطاقه ديالو. من هنا دخل حتى لعالم سباق السيارات اللي كان غادي وكيولي مشهور في اوروبا وامريكا وحتى في اليابان. في 1923 مول الكراج بدا كيصاوب طوموبيلات ديال السباق بمساعده الخدامه ديالو ومنهم سويتشيرو. اول موديل كان هو ارت دايملر موتور مستعمل، والثاني كان هو كورتيس موتور ديال الطياره الامريكيه مركب فوق واحد الشاصي ديال طوموبيل اخرى. هاد السياره في 1924 شاركوا بها في البطوله اليابانيه وخذت المرتبه الاول. السائق كان هو خو مول الكراج وسويتشيرو كان هو الانجينيور اللي معاه. كان في عمره 17 عام ديك الساعات والسباق ولا هو الحلم ديالو. في 1926 عيطوا عليه العسكر وصح في الفحص لقاو عنده عمل الوان وعفاو عليه. بقى خدام في ارت شوكاي في 1928 والشركه بغى يفتح واحد الفرع في هاماماتسو وعطاه المسؤوليه سويتشيرو اللي كان عنده 21 سنه. في الاول الناس ما كانوش كيتيقوا فيه حين صغير وجديد، بقى عايش على الخردة اللي كانوا كيخلوها كهرباء الاخرين. لكن مع الوقت والمعرفه ديالو ناض دار كراج ديالو كبر بزاف. في الثلاثينات الكراج ديالو ولا في 30 خدام، حتى مراتو دخلات تعاون. سويتشيرو ماشي غير ميكانيكي نابغه، كان حتى سائق سباق خطير. صايب واحد الطوموبيله سميتها هاماماتسو ودار بها ريكورد 120 كيلومتر اللي بقى 20 سنه. صح السباق كان خطير بزاف. في 1936 طاح في واحد الحادث خطير وكان هيموت. تهرس من الداع ديالو، دخل عليه الكتف وتجرح في وجهه، بقى واحد الشهور في السبيطار ورجع للسباق بعد 4 شهور. الصحيه ديالو ما عجباش الحال ومن بعد مشاكل مع مراتو با قرر يوقف السباق نهائيا. سويتشيرو من تصلح الطوموبيلات بغا يدير كتاب، بغا يصاوب قطع السيارات، بغا يقترح حلول ولا يحل كاع هو فرع شركه خاصه. بصح المستثمرين رفضوا، قرر يفتح شركه خاصه لوكاي سايكي هايفي اندستري باش يصاوب حلقات ديال البساتين لي بيستون رينكس. هو وصحابو شيتشيرو وكاتو خدموا الليل والنهار. سويتشيرو كان يخدم في النهار في الكراج والليل كيخدم
في لي بيستون تعب بزاف ولا ضعيف وجهه ولا ناشف. من بعد سلسله ديال الفشل قرر يدخل يقرا بالليل في معهد صناعي باش يتعلم اكثر على المعادن، حتى 1938 صاوب اول بيستون ناجح. ثقف خدمته خلى ارت شوكاي وكمل مع الشركه ديالو، ولكن لي بيستون مازال ما كانوش بجوده عاليه. شركه تويوتا طلبت منه بيستونات وصاوب منهم 50 ثلاثه اللي تقبل. كانت ضربه قويه بصح ما استسلمش، دار جوله في اليابان كيتعلم من الشركات الحديث والجامعات ورجع جرب ثاني. هاد المره النتيجه كانت واعره، لي بيستون ديالو تقبلوا كاملين ولات عنده طلبات من جميع البلاد، خدم حتى 2001 معاه. جات الحرب العالميه في 1941، اليابان دخلت في الحرب، الشركه ولات تحت وزاره السلاح، تويوتا شراو 45% منها، هو هبطوا من المدير عام الكبير مسؤول اداري. زاد الطين بالله في 1944 طاح واحد الصاروخ على المصنع ديالو تحرق. في 1945 جا الزلزال كمل. استسلمت اليابان هو تقريبا خسر كلشي، باع اللي بقى لطويوتا ب 150,000 وقال الناس غادي ناخذ شويه ديال الراحه ونشوف المستقبل ديالي. من بعد الحرب اليابان غرقات في ازمه، لا ماكله لا حوايج لا ضهر، حتى المازوط والليسانس ما كانوش باش يمشي للمارشي يشري الماكله. النهار لقى واحد الموطور ديال الجيش اللي كان كيستعملو الرجل، عجبو بزاف، قال في راسو واش الا ركبتو في بيسكليته واش غادي يخدم. وفي 1946 دار هوندا تكنيكال ريسيرش انستيتيوت في مخزن قديم وجمع 12 راجل يخدموا معاه. صايبوا اول بيسكليته بموتور سرعه ودارت واحد النجاح كاسح. ملي سالاو المطار المستعمله صايبوا واحد الموتور خاص. في 1947 كمل اول موتور طيبي مكتوب عليه اول مره هوندا. وفي 1948 اسس هوندا موتور كومباني باش يصاوب الموتورات للعمال، بصح كان خاصو الفلوس. كتب رساله مفتوحه 18,000 مول بيسكليته في اليابان، قال لهم عندي الحل باش نحركوا البلاد. جاوبوه 3000 وعاونوه بالفلوس. من بعد عام خرج اول بيسكليت الموتور ديالو كامل موديل دي، بصح كان ثقيل بزاف وما تباعش مزيان. عجبو الحال حطو كمل وبقى كيخدم حتى دار واحد صغير وخفيف وسماه سوبر كيوب. سوبر كيوب دار واحد النجاح كبير وخدا جائزه الامبا. دخل معاه واحد المستثمر طاكيو فوجيساوا اللي عطاه الفلوس وحطلاه في التسويق. هاد الشركه ولات الاساس ديال هوندا. ثاني 1950 دخل سوبر كيوب لامريكا بثمن ديال $295، الربع ثمن الموتورات ديال تريومف وهارلي، وغلبهم في السوق. هوندا دخلت حتى السباقات الدوليه، في الاول خسروا بزاف بصح ما بقاوش كيستسلموا. في 1953 ربحوا جائزه الفريق في ايزون اوف مان تيتي، اكبر سباق في العالم. في 1961 ربحوا ثاني ولات هوندا اكبر شركه ديال الموتورات في العالم. سويتشيرو كان عنده حلم اخر، طوموبيلات. رغم التحذيرات دخل السوق في 1963 بواحد الكاميو صغير تي 63 ومن بعد سبورت كار سي اس 500. دخل حتى الفورمولا 1 في 1964 1965 ربحوا اول سباق، بصح السوق كان باقي صعيب. حتى داروا هوندا سيفيك في 1972 اللي دارت نجاح مبهر بفضل سي في سي سي. الطوموبيله ولات اقتصاديه في المازوت ومكافحه للتلوث. ومن بعد داروا اكورد اللي ولات من اكثر السيارات مبيعا في التاريخ. في الثمانينات الهوندا ولات ثالث اكبر شركه ديال الطوموبيلات في العالم. سويتشيرو تقاعد في 1973 ومات في 1991. كان خدمت حياتي كلها بلا اخطاء، بصح ما عمرني كملت نفس الخط، واش اللي خلاني ننجح. اليوم هوندا موجوده في الطوموبيلات، موتورات، طيارات، بواخر وحتى الروبوات.